السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده عايزين نعمل صينيه فراخ بالتتبيله. يعني هنعمل ايه بقى؟ هنجيب مثلا بصلايه كبيره اهي، دي كانت بصلايه اهي وانا بكملها. هنقطعها اهي، بصوا شرايح كده، هو بيقولوا عليها شرايح جوليان. تمام كده. هنقطع البصل بالمنظر ده. لو انت عايزه تعملي معاها صينيه يعني بطاطس ممكن تحطيها معاها، بس انا عايزه اخلي الفراخ لوحدها، ولو عملت صينيه بطاطس هعملها لوحدها. ليه بقى؟ عشان انا يعني حابه الصوص اللي بيطلع مع الايه، مع البطاطس ده. رغم اني باخد من الشوربه دي بزودها وباخد منها لتسويه البطاطس، بس انا حابه يبقوا صينيتين يعني عشان تبقى الفراخ براحتها والبطاطس براحتها. تمام كده. لاني لما بيكون هعمل كميه فبخلي دي لوحدها ودي لوحدها. لو انا هعمل مثلا على قدنا انا وبنتي وجوزي بعمل صينيه واحده وخلاص. تمام كده. بقطع الطماطم برضو صوابع كده اهو، وطبعا مقطعه الفلفل زي ما انتم شايفين كده. يبقى الفلفل والايه والطماطم والايه والبصل. تمام كده. مجهزه بقى التتبيله بتاعتنا اللي هي دي بابريكا مدخنه، وطبعا دي بهارات الفراخ المشويه، ودي الدقه بتاعتنا اللي فيها السبع بهارات، والملح الابيض والبصل البودره والثوم البودره. وبصوا قرن فلفل كده من اللي هو الاحمر الصغير المجفف، بهارات المرقه، كمون، فلفل اسمر. تمام كده. هنزل بيهم اهو، شايفين حطينا البهارات بتاعتنا. الفكره بقى ان دول كده باخدهم بقى دعكه في بعضهم كده اهو زي ما انتم شايفين. دي بقى الخطوه الاهم من اي حاجه، ان لازم التتبيله دي تمر في البصل كده. يعني بشوف ناس تحط الفراخ على البصل لا، لازم تخليهم يتطعموا ببعض. يعني بصوا اللفه دي اهم من الاكله نفسها، اللي هتخليكي تحسي بطعم البهارات في كل قطعه. بصوا البابريكا المدخنه مع الفلفل اهو، بصوا دي اهم حاجه هتعمليها اهو. كل التتبيله هتخش في بعضها اهو. بصوا انا لسه ولا حطيت زيت ولا سمنه ولا اي حاجه معاها، انا حطيت بس البصل والقوطه والفلفل بتاعنا. تمام كده شايفين. هبدا انزل بقى بالوراك بتاعتنا المغسوله. بصوا هعمل ايه بقى. طبعا الورك معانا اهو، ممكن اديله فتحه كده وفتحه كده عشان برضو التتبيله تخش فيه. بصوا وهبدا بقى ادخل فيه كده البطاطس البصل والطماطم بتاعتنا اهو. ممكن اعدي، بصوا البصل يعدي منه كده اهو. وطبعا هديله كده تمليحه عشان طبعا تبقى واخده الطعم. هي كده كده لما هتستوي هياخدوا من طعم بعض، بس انا حابه ان هو يبقى مستوي في التتبيله بالمنظر ده. بصوا اهو. هاجي برضو على جوه وادخل الايه البصل بتاعنا كده اهو والطماطم، وبرضو هديها فتحه من تحت كده عشان تاخد الايه التتبيله بتاعتنا اهو. انا برضو عايزه اخلي شويه برضو احطهم على الوش اهو بين القطع اهو كده بالمنظر ده. الورك التاني التالت بقى اهو. طبعا انا حطاها كده قسمتها عشان التتبيله برضو تكون وتستوي بسرعه. بصوا اهي دي الفراخ بتاعتنا اهي. انت بتظبطيها بقى، هتحطيها تاخد غلوه على البوتاجاز، والغلوه التانيه هتعملي ايه بقى، هتحطيها في الفرن. بصوا هتاخد الطعم والتتبيله برضو. وافتح القطع من جوه وادخل فيها الايه البصل والطماطم بتاعتنا كده. بصوا خطوات بسيطه وسهله. وطبعا اللي هياخد القطعه دي حتى لو ما عملتيش رز هياخدها كده بالعيش ما شاء الله في منتهى الجمال اهو. بصوا انا بحب بقى، بصوا المكان كده لما بتكون الكميه قليله بحط معاها البطاطس مش هتفرق، لكن لما بيكون الفراخ كتير بحط الفراخ لوحدها. تمام كده اهو. بديله تكه كده
وادخل برضو في الطماطم بتاعتنا والحاجات دي اهو. ودي برضو الورك اللي بعد كده اهو، شايفين. نحاول بس ان ايه، ان كل الطعم يبقى مع القطع كلها اهو. يعني انا بنتي مش بتاكل البصل خالص، بس اما بعمل الحاجات كده خلاص هي بتشيل البصلايه كشكل بصلايه، لكن هي مش فاهمه ان هي خدت الطعم مع الحاجه. بصوا في تاني لسه اهو دبابيس بقى. بصوا بقى في الدبابيس بقى انت بتعملي ايه. هي طبعا انا حاطه بهارات الفراخ المشويه معاها عشان طبعا تدي طعم حلو. بصوا ممكن تتفسي فيها كده اهو، طماطمايه بصلايه صغننه اهو، شايفين. هي الفكره بس ان انت ايه، تخلي كل القطع طايلها الصوص ده اهو. هاجي برضو هنا واحط بصلايه كده او واحده صغننه عشان دي كبيره اهو، وافتح برضو الورك نفسه وادخل فيه اهو. هاجي مثلا اي حته كده. بصوا الصينيه، يعني انا بقى لو عملت صينيه بطاطس هحطها فين؟ هي كده خلاص كده. دي قطعه كبده اهي، تاخد برضو الطعم في الجنب كده، وهنزل عليها اهو، هنزل عليها بالبصل كده. خلصنا اهو. بصوا بقى الفكره اهو. بصوا بقى طبعا صينيه الفراخ كده اهي في منتهى الجمال. هجيب برضو طماطمايه دي بقى من على الوش كده، هعمل بقى الايه الدواير بتاعتنا اللي تدي شكل الدواير. بس انا حطيت المضمون بقى في الفكره تحت، تمام كده اهي. الملح بتاعها وكل التوابل والبهارات. يعني بصي اسهل صينيه فراخ ممكن تعمليها. بصوا بقى لما احط كده اهو اهو. مش عارفه القوطه لما بتبقى غاليه بتبقى مخشبه ليه. تمام كده. هاجي بقى على، بصوا انا بحب السمنه اللي هي بطعم القشطه دي. بصوا بدي، بصوا اهي كده على الوش كده. طبعا انا حاطه لها ملحها وحاطه كل حاجه، هي مش محتاجه اي حاجه. برضو هدي نقطه زيت كده للمعه اهو. اهي صينيه البطاطس بتاعتنا، ايه رايكم في جمالها؟ بطاطس صينيه الفراخ من غير البطاطس اهي، ايه رايكم في جمالها؟ طبعا اهي اتعملت بطريقه سهله وبسيطه. وهندخلها، هديها 10 دقايق غلوه على البوتاجاز وادخلها الفرن. وهنا بقى صينيه الفراخ زي ما انتم شايفين خدت غلوه على البوتاجاز اهي. بصوا شايفين الصوص اللي طالع منها في منتهى الجمال. هي كده خدت غلوه 10 دقايق على البوتاجاز، هدخلها في الفرن ونرجع نعمل مع بعض صينيه البطاطس. وهنا طبعا بصوا اهو البصلايه اللي انا هعمل بيها صينيه البطاطس اهي. بصوا بقطعها كده صوابع، واجي بقى في الصوابع دي اعملها كده. طبعا في كذا طريقه لتقطيع البصل ده جوليان اهو. بصوا ممكن تعمليه دواير برضو، مش هيقول لا. يعني بصوا لو عملتوا دواير اهو براحتك، يعني انتي تعملي الحاجه اللي ولادك بيحبوها. انا بنتي اصلا ما بتحبش البصل في الاكل اهو. بصوا طبعا صوابع دواير زي ما انتي عايزه. الفكره بس ان انتي بتعملي البصل كده وبتديله التتبيله في الاول، تمام كده. وهنا طبعا زي ما انتم شايفين خرطنا البصلايه تمام كده اهو. هنعمل بقى الايه الطماطم بتاعتنا اهو، عشان ندي التوابل بتاعتنا اللي هتخلي للبطاطس. جربيها بطريقتي هتحسي ان انت بتعملي بطاطس لاول مره. صينيه بطاطس طبعا شفتوا صينيه الفراخ هي شبيهه بيها، وساعات كتير انا بعملهم مع بعض بس لما بيكون ما عنديش حد جاي اهو. بصوا بعملها صينيه واحده، احط فيها بقى ال3 وراك كده، واروح حاطه معاها البطاطس. بس بدي للفراخ
غلوه الاول. الفكره بقى اللي انا عايزه اقول لكم عليها، بصوا انا بحب الكاتشب قوي احطه على التوابل دي. هوريكم دلوقتي انا بنزل بالكاتشب، ممكن كيسين اي حاجه اللي انت عندك. بصوا اهو انا حطيت كيس واحد، وهنزل بقى بالبهارات بتاعتنا. ايه البهارات بتاعتنا دي؟ السبع بهارات مع الدقه اللي احنا بنعملها مع بعض، ودي البابريكا المدخنه، وده ملح، ودي بهارات المرقه، توم بودره، بصل بودره، كمون، فلفل اسمر. تمام، هي دي الايه التمليحه بتاعه البطاطس بتاعتنا. وطبعا اديهم دعكه. خدوا بالكم انا ما حطيتش فلفل. ليه ما حطيتش فلفل؟ لان انا ضربته مع الطماطم في الخلاط. بصوا شايفين التتبيله؟ لازم الدعكه دي هتخلي البصل يطرى معاكي، والطماطم تبقى شبه معصوره شويه، وتروحي بعد كده حاطه الايه البطاطس بتاعتك. بس لما تديها نص كوبايه ميه، لان ايه طبعا التتبيله دي هتعوز تتشرب، والبطاطس مش بتنزل ميه قوي يعني غير الفراخ بتبقى منقوعه كده في الايه في الميه قبل ما تحطيها يعني وانت بتغسليها. اهو جبت نص كوبايه ميه، اقل من نص كوبايه اهو، هنزل بيها كده. وهجيب بقى البطاطس بتاعتي. بصوا البطاطس بتاعتي بقى الطريقه بتاعتي في التقطيع. طبعا كلنا زمان واهالينا كانوا بيعملوها لنا البطاطس الايه المدوره والكلام ده. لا احنا بنعملها، بصوا اهي تقطعي الواحده كده بالطول، وبعدين تروحي قسمها لو هي طويله. بصوا طريقه البطاطس المكعبات دي اهي، بصوا شكلها حلو جدا. ولو لقيتي واحده كبيره اقسميها اهو. البطاطسايه بقى انا يعني دي بالنسبه لي البطاطس الكبيره اهي، ولازم ليها عدله البطاطسايه تمسكيها بيها اهو. دي انا شايفه يعني ممكن ما تتقطعش اهي، ولا تتقطع، حاساها في حتت طويله كده اهو. بصوا لكن الدواير دي بقى ايه يعني، عارفه بيزهقوا من الشكل. بصوا دي برضو طويله اهي، بتشيلي اي حته بايظه منها وتروحي عاملاها كده اهو. انا بحب بقى البطاطس بتاعتنا دي اعملها بالطريقه دي. بصوا مكعبات البطاطس اهو. طبعا كل ده هيلف. بص انا عايزه اجيب واحده صغننه مش لاقيه عايزه بطاطسايه صغننه عشان اوريكم القصيره ما بتتقطعش خالص، ما بتتقسمش من النص. وممكن تعمليها كده برضو لو بس انا عشان مش كل الناس بتحب البطاطسايه الطويله دي وتقطع منها مكعبات. في واحده قصيره كده شويه اهي. بصوا اهي. طبعا مش كده خلصت بقى البطاطس خلاص، لا لسه فيها ايه بقى اهي طويله بتتقسم اهو. فاضل واحده اهي. لازم تظبطي ايدك عشان يبقوا الاربع قطع دول طالعين زي بعض. تمام كده اهو. هعمل ايه بقى؟ هفضل بقى ايه، بصوا اقلب كده اهي. طبعا انا ما حطيتش هنا بهارات الفراخ المشويه. ليه بقى؟ عشان ادي البطاطس طعم غير طعم الفراخ، يعني لازم تحسي بالفرق. بصوا تحسوا ان كده البطاطس اتشبعت من بعضها ومن التتبيله. حتى ممكن لو انت ما سويتيهاش تسيبيها شويه كده تاخد وتدي في التتبيله، بس انا بفكر احطها على البوتاجاز تاخد غلوه كده اهو. بصوا شايفين شكل صينيه البطاطس بتاعتنا اهي، تحفه فنيه. تمام كده. هاجي بقى على المرحله الايه الاخيره. بدي طبعا البطاطس بتاخد ملح، بتتشبع بالملح، فهدي شويه بهارات مرقه برده كده، اللي هو السبع بهارات برده اهي كده على الوش، عشان طبعا هنزل عليها بالطماطم وما اقدرش بقى احط حاجه بعد كده، يعني هظبط الحياء من قبل ما ايه ما انزل بالطماطم. طبعا الطماطم بتاعتنا اهي. بصوا بقى هنزل بيها اهي في خطوط دائريه كده اهو. بصوا كل الطبق الصينيه بتاعتي اتغطت اهي، اتغطت بالطماطم، تديها تكه كده اهو. لسه فاضل لها ايه بقى؟ فاضل لها السمنه بتاعتنا. طبعا بحب احط السمنه القشطه دي اهي كده على الوش. على فكره انا مسيحه برده في العلبه دي، حاطه قالب زبده مسيحاه وحطاه عليها. بصوا شكل الصينيه اهي. وبكده بقى ادخلها الفرن
وارجع لكم بالشكل النهائي. هنا بقى بصوا صينيه الفراخ وجمالها، بصوا صينيه البطاطس، وطبعا عملت طبق سلطه كده خفيف. لسه بقى هعمل